الحمد لله. سلام بقى يا حسين. ما تستنى يا جدع، ما احنا ماشيين مع بعض. لا اصل انا مؤاخذه عندي مشوار صغير كده اعمله على بال ما تجيب انت المفاتيح من الحاج. سلام يا سيحس. ده انت غريب. بس انا خايف الموضوع ده يتكشف وتيجي رجل يا شوقي. ما تفهم بقى يالا وما تبقاش غبي. انت هتيجي المحل تشتري القماش زي عوايدك بالظبط، بس مثلا يعني بدل ما اقطع لك 20 متر من كل حته هزود شويه، اقطع لك 25 متر مثلا يعني، وانت بقى تتصرف فيهم بمعرفتك يالا. ها؟ وبعدين ايه؟ نص بالنص، ولا من شاف ولا من دين. طب قول يا شوقي، هو محدش بيراجع وراك؟ ما هو انت يالا هتدفع ثمن القماش اللي مكتوب في الفاتوره بالظبط، انما القماش اللي هتاخده بقى مصلحي اكتر من اللي مكتوب في الفاتوره. لا 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 لا، مش قصدي يا شوقي، انا قصدي محدش بيراجع وراك في الاتواب اللي بتقطع منها. يا عم هيراجعوا ايه ولا ايه؟ حد فاضي يالا مصلحي؟ دي الفضلات اللي عندنا في المحل ما تتعدش. قلت يالا استبينا؟ ها؟ استبينا. بس بقى مش عايز حمراء في الفلوس. لكن انت بس ما تطمعش وتقول لي عايز زياده. وادي يا سيدي الحته اللي انت عايزها. قيس لي دي كمان يا شوقي. عينيا يا مصلحي. صلحي ما جبتش حاجه الشهر ده؟ معلش يا حاج، استحملنا شويه، السوق نايم معانا وان شاء الله بعد يومين هيوصلك مبلغ. طب لما السوق نايم معاك بتجر قماش تاني ليه؟ الحاج عنده طلبيه سريعه ومستعجله، وادعي لي يا حاج، ادعي لي يطلع لي فيها لقمه عيش كويس. ربنا يفتحها في وشك وفي وشنا يا سيدي. قيس لي دي كمان يا شوقي. حاضر يا مصلحي. مساء الخير يا حبيب قلبي. صح البنت موجة عشان اعشيكوا، جايب لكم كباب وكفته وتفاح وبسبوسه يا بنت. حوش هو ده اللي بتلف وتدور عليه؟ كباب وكفته؟ امال فين الفلوس؟ خدي دول. هما دول؟ يا ما جاب الغراب لامه، على راي المثل ان عشقت اعشق قمر وان سرقت تسرق جمل. الله، طب شويه عليا يا جميل. اول المشوار خطوه يا بت، اصبري عليا، التقل ورا، اصل انت برضه لسه ما تعرفيش هنا فيه. دوري لنا الفرح بتاع امك عشان نضحك شويه. ايه ده؟ هي ماما بقت المسخه بتاعتك ولا ايه؟ انت زعلتي؟ لا انا ما اقصدش اتريق على امك بجد والله، انا قصدي اتريق على الفرح وجوزها الانتيكه ده. طب ما تنساش بقى بكره تيجي على الغدا. ما اقدرش اسيب الشغل. الله، مامتي بكره معزومه عندنا على الغدا، هي وابي زاهر. ابي؟ انت شقلبتي اسمه ليه؟ مش كان اسمه زاهر بيه؟ يا حبيبي ابي دي يعني زي ما بقول لابله امينه كده يا ابله. يعني اللي ما يتسمى ده بقى اسمه ابله بالرجالي. المهم بقى ما تنساش تيجي بكره على الغدا عشان خاطري. هم ايه حكايتهم؟ مش لسه طافحين العشاء معانا من يومين وقبليها متغدين معانا؟ وفيها ايه متولي؟ مش عرايس جداد ولازم نعزمهم؟ هيفضلوا عرايس لحد امتى؟ متجوزين اهو بقالهم اكتر من شهرين. الله، وافرض يعني ما هماش غرب، دي مامتي وده جوزها، يعني يجوا في اي وقت ان شاء الله، حتى يجوا لنا كل يوم. لا انا ما يعجبنيش الكلام ده، انا مش فاتح البيت تكيه لجوز امك ولا هو اكل ومرعى وقله صنعه. ايه ده؟ انت كمان هتحاسبهم على الاكل اللي هياكلوه؟ انا ما بحاسبهمش، انا ما يهمنيش، انت عارفه انا اعزم بلد بحالها، لكن حد يستقفني ادي ما اقبلهاش انا. بعدين زاهر ده راجل غريب ما اعرفش عنه حاجه، مش عايزه كل شويه ينط لي في البيت. ده بيجي مع ماما. وهو يستجري يجي لوحده؟ كنت رميته من بير السلم. كل الهيصه دي عشان مامتي جايه تتغدى عندي بكره؟ انا مش عارفه انت بتكرهها ليه متولي، هي عملت لك ايه؟ يا روح قلبي بصراحه كده انا ما بحبش الطماعين. انا احب ادي لكن بمزاجي، ما اتخلقش لسه اللي يضحك عليا او يستقرضني. عايزه تعزم امك في اي وقت تيجي هي لوحدها اهلا وسهلا، لكن عايزه تيجي هي وجوزها لا، تعزميهم يوم اجازتي، يوم اجازتي، مش تقولي لي سيب شغلك وحالك وتعالى كل معاهم، دي بقى اقول لك فيها لا ولا ولا. فاهمه يا روح قلبي؟ يا صباح الخير. يا صباح النور والفل والياسمين، سلامتك من الكحه يا عينيا. صحيت امتى من النوم؟ شويه ساعه التليفون اللي رن بره، التليفون بايخ صوته كان عالي قوي، مفيش فيلينج. انا اسفه يا حبيبي، ده تليفون من بنتي مديحه، كانت بتعتذر بتقول انها مش هتقدر تعزمنا النهارده عن غدا. يعني ايه؟ النهارده مفيش عزومه ولا ايه؟ يعني اجلتها. اجلتها؟ وبعدين يا روحي هنتغدى فين؟ ولا يهمك، مش هنغلب ابدا، ان شاء الله هنتصرف ناكل اي حاجه. اخس
اخس عليك يا نهوتي، ليه كده؟ انا كده انا دلوقتي باكل اي حاجه. طب يعني هعمل ايه؟ اكلم البنت في التليفون واقول لها لازم وضروري تعزمينا النهارده على الغدا؟ خلاص مش مشكله، نبقى نتغدى بره. انت معاك فلوس يا حبيبي؟ انا اشيل فلوس؟ في ايه؟ ما انت عارفه الفلوس اللي كانت جايه لي اتاخرت ما جاتش. وانا كمان الحقيقه الفلوس اللي كانت معايا خلاص خلصت. كنت عايزه اقول لك حاجه بس يا ريت ما تزعلش مني وما تاخدهاش بحساسيه. انت مفيش قدامك ابدا اي شغله كده تعملها؟ ايه اتجننتي؟ انا ظهرتك زاهر ابن الحسب والنسب يشتغل زي البشر العاديين؟ طيب بس على رأي المثل اللي بيقول يعني اصل الايد البطاله مش نظيفه. لا انا ده نضيفه يا اختي، بغسلها كل يوم وبعدين بحط لها برفانات. طيب خلاص قول لي بقى انا يعني اتصرف ازاي؟ استلفي. ايه؟ سوري انا ما استلفش ابدا. ده عادي خالص، في ايه؟ وبعدين حد يبقى بنته متجوزه راجل مليونير مش عارفه تستلف منين؟ استلف؟ ايه اللي بيحصل ده يا حسين؟ كل اتواب اللينو والبوبلين والدكرون ناقصه، كل طوب ناقص 10 امتار. احنا بنستلم الاتواب من شلبي ما بنقيسهاش. اشمعنى اليومين دول؟ ايه؟ المصنع هيكون بيغلطنا ولا ايه؟ طب ما احنا بنشتغل معاهم بقالنا سنين، اشمعنى يعني اليومين دول؟ مش عارف، انا عقلي بيودي ويجيب والفار ابتدى يلعب في عبي. طيب ما عرفتش مين اللي باع الحاجات دي؟ وتفرق ايه يا حسين؟ تفرق ايه؟ الفواتير مظبوطه، كل كميه قدامها ثمنها. انا بنفسي اللي براجع الفواتير اول باول. الله، امال الغلط ده جه منين بس يا حاج؟ يا من المصنع يا من المخزن. بس يا حسين مش عايزك تتكلم في الحكايه دي دلوقتي لحد ما اعرف ايه الموضوع بالظبط. امال فين شوقي يا فرج؟ راح مشوار صغير. قول لي عاوز ايه استنصلحي وانا اجيبهولك. لا انا هستنى شوقي، هو اللي عارف طلبي كويس. ليه؟ هو الاسطى حسين مش هيعرف يجيب لك طلبك يا مصلحي؟ مش قصدي يا حاج، انا عندي مشوار صغير هنا في سوق التربيعه وراجع لكم تاني. براحتك يا استنصلحي. السلام، ويعني ما كانش شاوي هو اللي يبيع له ما يشتريش. اتفضل يا ماما. ميرسي. بقول ايه يا مديحه، الاقيش معاكي 100 جنيه سلف ويبقى عليا 400 جنيه؟ وبعدين يا ماما واخرتها ايه؟ ايه حكايه اخرتها دي بقى؟ خايفه على فلوسك؟ بكره يجيلي فلوس كتير قوي وارجعهم لك كلهم على داير مليم. انا ما بتكلمش من الناحيه دي يا ماما، خدي مني اللي انت عاوزاه. انا بس مش عاجبني جوزك ده اللي عايش سفلقه. سفلقه؟ اولا جوزي معذور، انت عارفه هو عنده فدادين، عنده طين كتير قوي قوي قوي، بس مش عارف يعني يحصل فلوسه من المزارعين اللي مأجرين منه الارض. طين؟ ده بس بيقولك كده، بيضحك عليكي. ده لا عنده طين ولا عنده غيره. لا طبعا عنده طين كتير قوي قوي قوي، حتى شوشو اخته قالت لي كده. وانت عايزاها يعني تقول ايه غير كده؟ يعني عايزاها تقول ان اخوها صايع؟ عيب، ما تقوليش على جوزي صايع ابدا، ده في مقام المرحوم ابوكي. لا بليز يا ماما، من فضلك ما تقارنيش الراجل ده ببابا الله يرحمه. بابا كان راجل محترم وكان بيحبك، وعمره ما خلاكي تصرفي قرش واحد على البيت من فلوسك. سوري يا مديحه، انا اسفه خالص اني جيت لك لحد هنا وذليت نفسي وطلبت منك فلوس، خليتيني اسمع منك موشح بايخ. وانت كل شويه تزعلي مني؟ انا عايزه مصلحتك. وبعدين ده الراجل ده ما كملش معاكي 3-4 شهور وخد كل اللي حيلتك. هو ابوك كان سايبني ايه؟ كان سايبني على الحديده، وحتى الحديده كمان اخدها معاه. حتى لو ما كانش عندك حاجه المفروض انه ما يخليكيش تصرفي عليه. خلاص يا مديحه، انت عايزه ايه بقى؟ ها؟ عايزاني اقول له باي باي يا زهورتي مش عايزاك تاني؟ والله يا ريت يبقى احسن، اهو على الاقل شكلك يبقى كويس قدام الناس. انا شكلي كويس قوي قوي من غير الكلام البايخ بتاعك ده. وعموما انا ما اقدرش استغنى عنه ابدا. ها؟
هاتي ال 100 جنيه بقى. قد كده بتحبيه يا مامي؟ كلمت المصنع؟ طبعا، انا ما نمتش طول الليل. وقالوا لك ايه؟ الراجل قال لي احنا شغلنا مظبوط، مفيش توب بيطلع من المصنع الا لما يتقاس ويتوزن قبل ما يخرج. امال لا مؤاخذه النقص ده بيجي منين؟ انت في حد بيزورك في المخزن يا شلبي؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده يا حاج؟ انا لا مؤاخذه مش واقف طرطور ولا نيش نايم على وداني. لا انا اقصد يعني يجوز ليك صديق عزيز بيجي يزورك، ما فيهاش حاجه، طبيعي يعني. انت تقوم تطلب له شاي او قهوه من بره وتسيبه لوحده، يقص له كام متر من كل توب ويخبيهم. الكلام ده هو اللي بيزعلني يا حاج. مفيش مخلوق بيهوب ناحيه المخزن، واي نقص يحصل في المخزن انا المسؤول عنه. الكلام ما يزعلش، انا كل اللي يهمني اعرف مين اللي بيسرقني. لحد ما تعرف وتتاكد المفاتيح اهي، وانا قاعد في البيت مستني حكمك عليا. السلام عليكم. يا شلبي استنى، يا شلبي يا جدع بلاش القمصه دي. استنى يا شلبي اسمع الكلام. انا فكرت فيها. لا انت مالكش حق. ازاي تسيبه يروح وهو زعلان كده؟ ما هو كمان مش عايزني اتكلم ولا افتح بقي حد يقول كده. بس انت دايما بتتكلم عليه بالخير، وطلعته من شغله وشغلته عندك عشان ما لقيتش حد تستأمنه على مخزنك غيره. يا امينه اللي حصل ده غصب عني. انا عارف انه انسان امين وذمته زي الفل، لكن ايه؟ ما لقيتش قدامي حد اتهمه غيره. وبكده بقى حساب المتاجرة والأرباح والخسائر 10 على 10، يعني لما نيجي نعمل ميزانية هيبقى فيها كل حاجة مظبوطة. انت طول عمرك شاطر يا ايمن، بس فيك عيب واحد صغير. إيه هو بقى يا أستاذة منك نستفيد؟ انك مش غني وما عندكش طموح. انت لازم يكون عندك طموح في الحياه يا ايمن. انت ليه ما فكرتش تسافر بره وتكون مستقبلك؟ أنا عمري ما فكرت إن أنا أسافر بره، هسيب أمي وإخواتي لمين؟ وبعدين أنا طموحاتي صغيرة على قد أحلامي. انا قصدي يعني يكون عندك عربيه، يكون عندك شقه، فلوس في البنك، حاجات من دي يعني. والله أنا كان نفسي، بس اللي جاي على قد اللي رايح. وبعدين أنا بصرف على أمي وإخواتي بعد أبويا ما خرج على المعاش. كمان بتصرف على امك واخواتك؟ الله يكون في عونك يا ابني. ممكن بعد إذن حضرتك بقى نرجع للشغل، بلاش نخش في حاجات خاصة. طبعا لازم نرجع للشغل. بص بقى يا ستي، لما نيجي بقى نفرغ الحاجات دي في الميزانية هنعمل كالآتي. عايز حاجه تانية يا مصلحي؟ لا كفايه النهارده قوي كده. هات القماش ده. في حاجه يا حاج؟ حسين ايوه يا حاج. خد قيس القماش ده. ولزومه ايه بس يا حاج؟ ما انا عايزه كويس. هي الفاتوره فيها حاجه غلط؟ ما تشاهد يا حسين. حالا يا حاج. دول 25 متر يا حاج. 25؟ أيوة. امال دول مكتوبين في الفاتوره ليه 20 متر بس؟ تبقى غلط مني يا حاج، اصلح الفاتوره لا مؤاخذه. قيس الحته التانيه يا حسين. حاضر يا حاج. هي ايه الحكايه يا حاج؟ استنى اصبر واهدى وهتعرف كل حاجه بنفسك. دي 30 متر يا حاج. طب انا ماشي دلوقتي وهرجع لكم تكونوا ظبطتوا حساباتكم. تعالى هنا يا حراميه يا ضوء. انا عايزين تغشوني وتسرقوني؟ انا هدخلكم السجن، انا هوديكم في داهيه. انا ماليش دعوه يا حاج، ده شوقي هو اللي هو ايه؟ انت عايز تنقذ نفسك من السجن والفضيحه والجرسه؟ انا انفذ اللي تقول لي عليه يا حاج. تدفعوا ثمن القماش اللي سرقتوه. انا النص وهو النص. اما انت بقى انا مش عارف اقول لك ايه. دي جزاتي يعني؟ دي جزاتي؟ دي اخت الكرم؟ امد لك ايدي تعضها؟ كان زمانك مرمي في الشارع زي الكلب، مش لاقي حد يرمي لك لقمه ناشفه. فهمني يعني، انت ليه عملت كده؟ غصب عني كان لازم اعمل كده. امال انا اعيش ازاي واكل منين؟ ده انا عندي بيتين وفي كل بيت كوم لحم
مش مكفيهم حتى عيش حاف. اشمعنى انت بتقول لي ربنا اداك واداك بالوسع؟ تفرق عني بايه؟ انت بتشتغل وانا بشتغل. انت بتشقى، انا بشقى اكتر منك. ويقولوا الاجره على قد التعب. هو لو كان في عدل في الدنيا كان ده بقى حالي ونصيبي دلوقتي. ما تقولوا له، قولوا له يا عالم، قولوا لي انا اتظلمت في الدنيا ليه؟ نفسي اعرف حاجه واحده بس، انا ليه مش زيك يا متولي؟ استغفر الله، انت كده بتكفر يا شوقي. لو بتدور على العدل لازم تعرف ان ربنا اداك عقل واداني عقل. شوف عقلك وداك فين وشوف عقل انا وداني فين. صح ولا مش صح؟ وبعدين ما فيش حد بيبقى غني بين يوم وليله الا الحراميه. وانت شفت وعرفت كويس انا تعبت وشقيت قد ايه لحد ما وصلت للي انا فيه. انا عمري ما بصيت للقمه في ايد حد غيري، وعمري ما دورت على رزقي الا بالحلال. ما هم زمايلك اهم، زمايلك اهم رزقهم قد رزقك وعايشين بالحلال وشاكرين ربنا وحامدين فضله. شوقي، انت مره طلبت مني حاجه وانا قلت لك لا. الاكل اللي بجيبه مش بنقعد سوا كلنا ناكله مع بعض، وبعاملكوا زي اخواتي وبعامل ولادكوا زي ولادي. عشان كده بس انا مش هاذيك. انا ما يهونش عليا ان واحد اكل معايا عيش وملح ارميه في السجن وابهدل ولاده. بس من دلوقتي مالكش عيش عندي. انت من سكه وانا من سكه. انت يالا نصيبه في السرقه ده في ذمتي، لكن انت هتدفع نصيبك. اللي تقول عليه يا حاج. غوره غوره من وشي. المحل ده طول عمره نظيف من ايام صاحبه الله يرحمه، وهيفضل نظيف لحد ما انا اموت. غور، مش عايز اشوفك تاني. مساء الخير يا حاج. مساء الخير يا فارس. شلبي ما جاش الليله دي؟ لا والله يا حاج، حتى بقاله كام يوم محدش ياخد. ما تعرفش ايه السبب؟ علم علمك يا حاج. طب اعمل ايه يا اتنين شاي؟ تحت امرك، من عينيا يا حاج. يا اخي شلبي ده حساس زياده عن اللزوم قوي. بطل يجي القهوه عشان خايف يشوفني. واخد على خاطره برضه يا حاج. طب والله 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 انا جاي دلوقتي عشان ابوس راسه واصالحه. طب ما خير البر عاجله، بينا نروح له البيت. انت سبق لي الخير يا حسين. وانت ابو الخير يا حاج. سك على الشاي يالا، تعرف سكت بيتك دي؟ ايوه. ايوه حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا حاج، اهلا وسهلا. اهلا، اتفضل يا حاج. يا ست فتحيه ايه اللي حصل؟ ليه؟ هو شوقي ما قالكش يا حاج؟ ولا جاب لي سيره حتى اسال حسين. هو ايه اللي حصل؟ شلبي ماله؟ شلبي عيان يا حاج. لا حول ولا قوه الا بالله. شلبي تعبان يا حاج. طب اهدي كده وصلي على النبي. هو موجود؟ ايوه موجود في اوضه النوم. ممكن اتفضلوا نشوفه؟ اتفضلوا. اتفضل يا حاج. اتفضل يا حاج. سلامتك يا شلبي. الف بعد الشر عليك. جرى يا شلبي، ما انت زي الفل اهو. قوم يا راجل قوم. جبت له دكتور؟ ايوه يا حاج، وكتب له على كوم دواء اهو جنبه اهو. لا اله الا الله. بس انت غلطانه يا فتحيه. ليه ما بعتيش حد من العيال يبلغني؟ انت ما تعرفيش شلبي غالي عندي قد ايه. اي والله يا ست فتحيه، ده شلبي غالي قوي عند الحاج. عارفه يا اخويا عارفه، واللي مستغربه له ان الحاج ما جاش سأل. والله ما عرفت. الواد شوقي ما قالناش الجبان ده. ما تشيليش هم، انا هنقله لاكبر مستشفى واخلي احسن دكاتره يعالجوه. حسين اتصل بالاسعاف، هات عربيه تنقله حالا. ربي يخليك يا حاج، ما نتحرمش منك ابدا. قول لي يا دكتور، لو حالته محتاجه انه يسافر بره انا مستعد اسفره. ما تخبيش عليك يا حاج، هو تعبان قوي، ولو تصفره برضه يبقى افضل.
بس قول لي ايه الخطوات لازم اعملها وانا مستعد لكل حاجه. واذا كان لازم اي مشاوير انا اقوم بيها، بس قول لي فين يا دكتور؟ طب اتفضل. ربنا يقدرك يا حاج على فعل الخير. ده انا قلت يا ترى راح فين وجه منين. طب مش كنت تكلمني يا اخويا وتطمني؟ ده انا كل شويه ابص في الساعه زي المجنونه، واخر ما غلبت اتصلت بامينه ومديحه صحتهم من النوم. ليه بس تقليهم؟ اقلقهم؟ ايه اللي اقلقهم دي؟ قوم غير هدومك على ما اسخنلك الاكل واجهزه. ماليش نفس. من ساعة اللي شفته الليلة ما عنديش نفس لأي حاجة. يعني ايه متولي؟ هتصوم يا اخويا؟ ايه اخرة اللي بتعمله في روحك ده بس؟ غصب عني. مش قادر انسى ان انا السبب. انا مش فاهمه يا حاج، انت ليه يا اخويا مكبر الموضوع قوي كده؟ الموضوع كبير يا نعمة. الراجل اتشل، اتنقط من كلامي. مش قادر اسامح نفسي، مش قادر. وانت يعني كنت هتعمل له ايه يا حاج؟ اي حد يا اخويا كان في مطرحك كان هيعمل كده وزياده كمان شويتين. ما هي التهمه كانت لابساه. حد كان يصدق ان الزفت اللي اسمه شوقي ورا الملعوب ده كله؟ الله يجازيه بقى، مطرح ما راح طول عمره وش اذيه. على العموم يا حاج، اللي انت عملته الليله دي يا اخويا هيشفع لك. تفتكر يا نعمة؟ ان شاء الله. يا رب. رايح على فين يا متولي؟ داخل انام. صباح الخير يا ام ابراهيم. صباح النور. الحاج فين؟ بيفطر، اتفضل. صباح الخير يا حاج. صباح النور. صباح الفل. فطرت؟ الحمد لله. طيب خد المفاتيح. انا اول حاجه اعملها هروح على المستشفى اشوف موضوع سفر شلبي ده، وبعدين هلف على المحلات. مفيش داعي تروح المستشفى يا حاج، بيا في حياتك. ده حتى ما لحقش يسافر، بقى في حياتك يا اخويا. مفيش مخلوق بيهوب ناحية المخزن، وأي نقص يحصل في المخزن أنا المسؤول عنه لحد ما تعرف وتتأكد. المفاتيح أهي وأنا قاعد في البيت. أنا مؤاخذة مش واقف طرطور ولا نيش نايم على وداني. السلام عليكم. عمري ما هسامحك يا شوقي. يوه، ايه اللي جابك بدري كده يا منيل؟ صاحب المحل طردني. ده انت ما لحقتش، ده انت ما بقالكش يومين من غير سبب كده. لا بسبب. ايه هو السبب؟ زي المره اللي فاتت بالظبط، ولا حاجه. يعني ايه ولا حاجه؟ مش فاهمه. الظاهر يا صباح ان اصحاب المحلات عاملين خاطر الواد متولي. وهم مالهم ومال متولي؟ يا بنت الظاهر برضه ان متولي منبه عليهم، محدش شغلني. يا ما قلت لك وحذرتك، يعني ما لقيتش غير متولي وتسرقه؟ يا سلام، مش انت برضه اللي دايما تقولي لي ان سرقت اسرق جمل؟ انا ما اقصدش متولي، انا اقصد السرقه نفسها. يا ميلة بختك، يا ميلة بختك يا صباح، اللي ما فيه يوم حلو شفته معاك عشان احكي عنه. طب وبعدين يا صباح؟ احنا في ورطه كبيره يا بنت. الواد متولي خرب بيتي، قطع عيشي. طب وشرفي؟ لا اقطع رقبته واشرب من دمه. تعالى هنا لحسن المره دي بقى لو مسكوك هو نفسه مش هيقدر يخرجك. اسمع يا واد، انا عندي حته شغلانه ليك هتاكلك الشهد، هتخليك تكسب قد اللي كنت بتكسبه الطقطقين. شغلانه ايه دي يا صباح؟
حسين حسين فرج. نعم يا حاج. نعم. حسين راح فين؟ اصلهم كلموه من البيت وقالوا له نتيجه الثانويه العامه طلعت. ايه وابنه عمل ايه؟ خده وراح يشوفها. قال لها بالمناسبه سعيد عمل ايه يا حاج؟ انا نسيت ان الواد سعيد هو كمان في البتاعه دي اسمها ايه الثانويه العامه. السنين جريت اوام يا فرج. كله من عمرنا يا حاج. هي بتعدنا واحنا بنعدها. والنبي تسال يا حاج عشان تفرحنا. وانت مستعجل على ايه؟ يعني لو كان الواد نجح كانوا كلمونا بالتليفون. يا خبر النهارده بفلوس بكره يبقى ببلاش. يعني انت مش قلقان على ابنك سعيد يا حاج؟ ما انا قلت لك اللي فيها. لو كان نجح كانوا كلمونا. وبعدين اللي بتولد في مكه بيجيب خبرها على الحجاج. يلا روح شوف شغل. على رايك. مش كنت يا اختي رحتي مع سعيد وشفتي معاه النتيجه؟ اللي ما عرفتيش يا ماما هو عايز يدخل كليه ايه؟ انت ما سالتوش؟ اصل بطه يا مامتي بتتكسف تتكلم مع سعيد. ليه؟ هو سعيد غريب، ده زي اخوها. اخوها ايه بس يا مامتي؟ ما هي بطه سمعت كل حاجه وعرفت ان عم الحاج عايز يجوزها لسعيد. بس يا بنت سامعه يا ماما البنت دي بتقول ايه؟ وفيها ايه يعني؟ هي قالت حاجه غلط؟ ايه يا ماما الكلام اللي انت بتقوليه ده بس؟ يا اختي اتلهي، انت بتقولي. شفتي بقى يا ست بطوط؟ اهو اللي سمعتيه طلع مظبوط. ماشيه معاك يا عم. معقولة يا ام ابراهيم؟ سعيد ما جاش لغايه دلوقتي ولا اتصل؟ مش يمكن النتيجه لسه ما طلعتش؟ معقولة لحد دلوقتي؟ انت من ساعه ما خرج وانت قلبك واكلك عليه. نفسي اطمن عليه. الواد ليل ونهار كان مموت نفسه في المذاكره. سعيد ناجح باذن الله. يا رب يا رب. لا بس انا مش هقدر استنى. انت رايحه فين؟ تعالي بس. ربنا يريح بالك يا حاج. عقبال الشهاده الكبيره يا حاج. مبروك لابنك. تعيش. مبروك يا حاج. عقبال ما تشوفوا دكتور. اظن بقى عايزين الحلاوه. فرحتك ما تتقدرش بمال. ده انا النهارده دمي نشف لحد ما عرفت نتيجه الواد ابني واطمنت على المجموع. ساعتها ردت فيا الروح. ربنا يسرح لك فيه البركه. وفي سعيد يا حاج. اظن ما كنت قلقان عليه زيي. انا كان كل اللي يهمني انه يخلص. عارفين فرحتي بنجاحه ليه؟ ليه يا حاج؟ عشان طبعا هيخش الجامعه ان شاء الله. لا يا فرج، فهمتني غلط. انا فرحان عشان سبب واحد بس. ايوه يا ام ابراهيم، بقول لك ايه، هو الحاج لسه عندكم؟ لا 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 خلاص، لا متشكره، يلا مع السلامه. الو. اهلا اهلا. الحاج؟ لا موجود مع سعيد في اوضته. است امينه؟
حاضر ساعه واحده. استني. مين؟ الست مديحه. عايزه ايه دلوقتي؟ ايوه يا مديحه، ايوه. ايه دي عايزاك انت ولا ايه؟ لا عايزاك انت. طب امال ايه؟ ايوه ايه ما تتكلمي انت. لا ما انا لسه مكلماه. طيب خلاص. ايوه يا مديحه. ايوه يا قبل، هو الحاجة هيبات عندك النهارده؟ طيب من فضلك اول بس ما يخرج من الباب اطلبيني على طول. لا ابدا، انا كنت بس عايزاه في موضوع مهم كده. ميرسي يا قبل، متشكرة قوي، ما تحرمش منك. باي باي. يا اختي يا مديحه وده وقته. والله انت رايقه قوي. هي قالت لك ايه؟ شكل الحاج حلف عينيها وعايزه تخطفه من نعمه الله وتكدها. ايه دوشه الدماغ دي؟ هما ما بيتمدوش، دول عاملين زي نائر ونقير. هم حورين بقى، انا ياما نصحتهم والحاج كمان حذرهم. يستاهلوا بقى اللي يجرى لهم. ايوه يا اختي عندك حق. وعلى راي المثل اتدلعي يا ضره لحد ما يطردوكي بره، صح يا ام ابراهيم؟ تكور. يا ابني نتفاهم بالعقل. هتاخد ايه لما هتطلع دكتور ولا مهندس؟ يا بابا الموضوع مش موضوع فلوس، عايز ابقى حققت هدف كويس. يعني ايه؟ هي التجاره مش اقعد التجاره مش هدف، لا بقى دي هدف ونص كمان. انت لما تطلع تاجر كبير زي ابوك قيمتك هتبقى اقل من قيمه المهندس او الدكتور. يا ابني في الاف من الدكاتره والمهندسين يتمنوا يبقوا الحاج متولي سعيد. ايوه يا بابا بس احنا مش عايز مناهده بقى. احنا هنقعد طول الليل نتكلم في حاجه فارغه. انت من بكره جهز نفسك، هتنزل معايا الشغل. يا بابا خلاص مش عايزك تتكلم في الموضوع ده تاني، مفهوم؟ تصبح على خير. أمينة. ايوه. اوعي تفتحي معاه موضوع الجامعة ده تاني، أنت فاهمة؟ تكون يا حاج. وأنا مش هخليه يعيش معاكي هنا وطلعه يقعد في شقة لوحده فوق. لا روق دمك وهدي اعصابك. محدش بيقدر في البيت ده، ما وراكوش غير وجع القلب. مع السلامه. متولي. يا مديحة في إيه؟ انزل، عايزاك. مالك بتتكلمي بصوت واطي كده؟ انت رايح فين يا حاج؟ نازل أشوف مديحة عايزة إيه؟ هتعوزك في ايه يا اخويا؟ ما كانت لسه معاك فوق. ادخل يا حاج ادخل، واقول لها تبطل شغل الاونطه ده. عيب يا ابله، الالفاظ دي ما تصحش قدام الحاج. يا اختي ما بقتش لايقه كلمه ابله دي. انا مش فاهمه يا حبيبتي انت مكبراني على ايه؟ وبعدين معاك وأنا مش ناقص وجع الدماغ ده. انت ما سمعتهاش بتقول ايه؟ وانت ما شفتهاش عملت ايه؟ دي يا اخويا مش مكفيها نصيبها، عايزه كمان تلها في نصيب غيرها. لا انت زودتيها قوي. انتوا الاتنين اللي زودتوها. انا بدافع عن حقي يا حاج. تقدر تقول لي اللي مخرجها بره شقتها السعادي؟ وانت يا اخويا كنت ناوي تنزل تحت تعمل ايه؟ لا ايه بقى؟ ايه؟ انا اطلع وانزل وقت ما